احلى رز بلبن كريمي بطريقه خطيره جدا، محدش عملها قبل كده الا عندي انا بس. وهحط فيه كمان مكون هيخلي الطعم خطير وهيوديه في حته تانية خالص. هحتاج معايا كوبايه من الرز غسلاها ونقعاها وسايباها لحد ما ينشف معايا الميه بتاعته، واخده بقى اضربه نص ضربه كده معايا في الخلاط. وهاخد معايا الرز بعد ما طحنته نص طحنه اهوت زي ما انتوا شايفين، اخده معايا في الحله مع 3 كوبايات من الميه، واخده على النار ارفعه وتفضل ايدي فيه بالتقليب لحد ما تحس ان الميه شربت شويه والرز فشر معانا زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بقى 1.5 لتر من الحليب احطه واشيل نص كوبايه كده من الحليب، واقول لكم انا هعمل بيها ايه. وبعد كده هحتاج معايا 1.25 كوباية من السكر، واقلبه بقى وربع معلقه من الفانيليا، واقلب بقى الرز بلبن. تفضل ايدي متقلبه فيه عقبال ما الرز بلبن بقى اسيبه على النار شويه. هحتاج معايا 4 ورقات من الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، وهجيب القوارب بتاعتي اللي انا هقدمها فيها الفخار واقطع الجلاش بتاعي على قد الفخاره بتاعتي، هي زي ما انتوا شايفين مدوره اهيت على قدها بالظبط. واجيب صينيه وارصص فيه اللي انا قطعته دولت، واجيب معايا حبه من السمنه كده محترمين وارشهم عليهم وادخلهم الفرن عقبال ما الرز بلبن بتاعي يخلص معايا. والرز بلبن اهوت شايفين قرب ما يجي يمسك معايا اكون محضره نص كوبايه الحليب، واحط بقى معلقه من النشا وعليهم معلقه من الكريم جانتيه، وعليهم كمان المعلقه اللي هتخلي الرز بلبن في حته تانية خالص وطعمه هيكون رهيب. معلقه كاستر رهيبه بجد، هتخليه رهيب، ودي اختياري ممكن ما تحطهاش. واقلبهم بقى على البارد، وبعد كده اخدهم وارفعهم على النار عندي واحطهم مع الرز بلبن اهوت واقلب. الرز بلبن اهو مسك معايا بقى، هقفل عليه النار خالص واجيب الطواجن بتاعتي وافضي الرز بلبن والجلاش بتاعي. شايفين قد وطلع لفوق وبقى شكله عامل ازاي خطير. وافضي بقى الرز بلبن واعبيه واحط بقى فوق الجلاش بتاعي، واجيب معلقه من العسل او لو عندك سيرم حطي. انا جبت عسل نحله اهو رششته من فوق اهوت. عايزه تزينيه بجوز هند مش عايزه خلاص، عندك مكسرات عندك سوداني مطحون وعايزه تعمليه اللي انت عايزاه اعمليه. شايفين طعمه حكايه وقرمشته خطيره وكده، في كده طعم كده الاتنين مع بعض خطير. جربوا وقولوا لي رأيكم ايه، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودعوة حلوة من قلبكم.